فريق باريس سان جيرمان خرج ببيان طبي رسمي، والخبر اللي كنا خايفين منه تاكد. اشرف حكيمي عنده التواء حاد في الكاحل الايسر، تدخل خطر ديال لويس دياز اللي خدا عليه ورقه حمراء اثر على الاربطه الداخليه ديال حكيمي، وهادشي اللي شفنا خارج من التيران كيبكي. ولكن النقطه الكارثيه هي مده الغياب. باريس كتقدر مده الغياب من 6 حتى 8 سيمانات، ولكن كاس افريقيا غادي يبدا نهار 21 ديسمبر. هادشي كيعني ان 6 ديال السيمانات غتجيبوا لاخر لحظه قبل بدايه البطوله، و8 سيمانات كتعني انه غيغيب على دور المجموعات كامل. هذا الخبر خلق مشكل كبير، خصوصا اننا حنا المنظمين واشرف حكيمي كيتعتبر هو كابيتان المنتخب. والسؤال اللي كيطرح شكون هو البديل؟ البديل الاول هو ناصر مزراوي، غادي يقدر يقدم اضافه كبيره بحكم شفنا كيلعب ظهير ايمن مع المنتخب في العديد من المناسبات. البديل رقم 2 واللي هو عمر الهلال، لاعب فريق اسبانيول كيتعتبر مدافع شاب ظهير دفاعي مميز، وبلا ما نساو اللاعب الشيبي لاعب فريق بيراميدز اللي يقدر يكون اضافه ممتازه للمنتخب المغربي. المغرب مسبقا كيعاني في خط الدفاع، مع غياب حكيمي غيتزادوا المشاكل ديال المنتخب المغربي. حكيمي كتب ميساج كيطمئن فيه الناس غنرجع قوي، ولكن كاين فرق ما بين التفاؤل ديال اللاعب والواقع ديال الارقام الطبيه. في نظركم نقدروا نشوفوا عوده حكيمي قبل بدايه بطوله كاس افريقيا؟